18 واللي عمل العرضيه الماضيه في الدقيقه 20. وامامنا هنا الهجمات الخطيره، ديفرل سريع، اللاعب الفرنسي ديفرل ومانولس، وديفرل يا ولد يا ديفرل. ادي امامنا هنا اللاعب ديفرل يسجل هدف تقدم في الدقيقه 22. ادي ديفرل يسجل لفريق نادي ساسولو في مرمى الحارس مورجان ديستانس امامنا في اللقطه الماضيه. ديفرل انطلق حلو في المساحه واتعملت له اول هدف للاعب ديفرل. بيشبهوه على فكره باللاعب جيرمي مينيز، طبعا لاعب الميلان لاعب البي اس جي اللي خاض ايضا تجربه سابقه كان مع نادي روما قبل ان يعود لفرنسا، واللاعب اللي كان لعب في سوشو وفي موناكو. لكن هدف اول بص لم ازاي وحط المدافع في خط مستقيم مع امام بقى، يعني هنا على طول ما بينتظرش رودي جارسيا. استعد البوسني جاكو اللي يكون بديل، وادي الخطا. هو توتي الخطا في اللقطه الماضيه، وعلى طول الهديه تاتي الى توتي ويسجل توتي اول اهدافه. وامامنا هنا هدف التعادل. توتي اذا حضر توتي المتعه حاضره والحفله مضمونه. شوف امامنا هنا الخطا الكبير بالحارس كونسيلي، والكره على طول من اللاعب بيانيتش، وتوتي بقى بخبرات السنوات الطويله يضعها. وهدف التعادل عن طريق قيصر روما ملك روما، سميه كما شئت، هو توتي دائما وابدا هو الهداف في التعادل. توتي الفرص تتوالى وفريق نادي ساسولو مرتبك في هذه اللحظات. مانيانيلي يلعب على طول كوره الى انطونيو فلوريس. ادي الهجمات المرتده بيستغلوها، وادي امامنا بوليتانو. مش معقول مورجان ديستانس امامنا، وامامنا هو ماتيو بوليتانو بيتفسح في دفاع نادي روما ويسجل بوليتانو هدف في الدقيقه كام؟ الدقيقه 44. بوليتانو يسجل. هي دي كره القدم، تضيع ياتي في مرماك هدف وفريق يفوز عليه روما في هذا الملعب. شوف المساحات امامنا اهو، وادي مانولس، ودايما عليهم زياده عدديه، مفيش ارتداد دفاعي لا من بيانيتش ولا من صلاح ولا من ايضا نيانجولين ولا اللاعب ايتوربي، ودايما زياده عدديه واحده من. شوف امامنا هنا لسه ايتوربي، وامامنا التدخل. شوف الادوار الدفاعيه، ويشيل على طول باولو جانافارو، كره على طول وتسديده حلوه يا ولد يا جول محمد صلاح. يا ولد محمد صلاح طلع صاروخ يا ولد. وادي الجماهير المصريه بالفانيلات الايطاليه، ومحمد صلاح يحطها ايه. ادي الكوره تتشال من بيلوزو. محمد صلاح لا يتوانى. اول اهدافه الرسميه مع نادي روما، التعادل في الدقيقه 49 بهدف روعه. محمد صلاح